بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوات والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل سنة وأنتم بخير وعافية. وبمناسبة ليلة القدر المباركة أعاد الله علينا وعليكم باليسر والرخاء. أريد أن أطمئنكم جميعا بأنني أتعافى والحمد لله بعد فترة عصيبة دامت أكثر من سنة على سرير مستشفى متخصص في باريس. 5 عمليات أجريتها وكلها تكللت بالنجاح والتوفيق بفضل الله وبفضل دعواتكم. وهنا أتوجه بالشكر الجزيل إلى مجموعة الأطباء والأساتذة الذين أشرفوا على إنقاذ حياتي، كما أتوجه للذين ساهموا بدعواتهم معي من المغرب، إخوان وأخوات أشكرهم جزيل الشكر لأنهم تواصلوا باستمرار مع أهلي ومع عشيرتي ومع فريق عملي، والحمد لله على كل شيء. أقول لكم خلال هذه الفترة العصيبة تحركت آلة البطش والطغيان والبغي التي يقودها وزير عدل أخنوش، وأقول أخنوش وليس المغرب. تحركت هذه الآلة الرهيبة لضربي في العمق ومحاولة تصفيتي وإنهاء عملي وأنا على سرير المرض. أقول وزير عدل أخنوش لأن المغرب أكبر من هذا القزم أبو سنطيح الذي طغى وتجبر باسم وظيفته أو باسم الحزب الذي سطى على أمانته بوسائل مافيوزية، وهو من حكى لي هذه الواقعة في مراكش في أحد كبريات أوتيلات مراكش، وكان ينتظر كما قال لي مكالمة القصر لكي يستقبله جلالة الملك. وكان آنذاك فخورا بهذا الانقلاب. وهبي أيها الأخوات والإخوة، والذي نجح أغلبية المنتخبين والمنتخبات الرودانيين أثناء اجتماع في بيتي بترودان في إسقاطه من العمادة قبل الانتخابات الرسمية، ما فعل هو أنه اختطفهم مع عصابته لمدة شهر خارج ترودان وأرهبهم باسم السلطة ليصوتوا له قبل أن يصوتهم، ويخون السيد الذي أحسن إليه السيد الحاتمي الذي كان على رأس اللائحة، وخانه وبهدله. واسألوه إنه شاهد على هذه المهزلة، وهو من أحسن إليه وهو من أحسن خلق الله. وهبي وعد الكبير والصغير بتصفية وإنهاء مسيرة جمعية ترودانت أولا، والتي كانت تخيفه لأنها تتحرك بمصداقية كثيرة، وعملياتها الإنسانية أكبر بكثير من حجم وهبي ومن جماعته وعصابته. لقد تحالف هذا النموذج السيء مع خصوم آل جخوخ الذين خسروا أغلبية القضايا في الميراث وفي الشركات. هذا الميراث الذي تركه لي المرحوم رفيق دربي الحسن جخوخ أمام القضاء المدني داخل المغرب وخارجه، وأصبح وهبي المفتي لهم والمساند والمتواطئ معهم لإصدار أحكام غبية وتليفونية لإدانتي وأنا على سرير المرض في باريس وغيابي. طبعا تعرضت لهجمة لا توصف، لضربي في العمق
عن طريق التشهير والترهيب وفبركة التهم والإساءة إلى عائلتي ومحاولة قلب الحقائق. ولمعلوماتكم فمكتب نفس التافه عبد اللطيف وهبي هو من يشرف لحسابي أنا، ولا زال حتى إشعارنا على متابعة هذا الموضوع عن طريق يده اليمنى أو اليسرى، سموها ما شئتم، الأستاذ محمد برمضان، وهو في نفس الوقت خال محامي آل جخوخ المثير للجدل، صاحب الشكارة مع أدوات وهبي وغيرهم كثير، وأعرف عن اجتماعاتهم المتواصلة، وأعرف عن تحركاتهم للإساءة إلي ولعائلتي مع قضاة معروفين. كل ما أستطيع أن أقوله لكم أن الحكم الذي أفتى وهبي وأوحى لهم بإصداره لإدانتي يفتقر لكل معايير ومقومات الحكم العادل، وكان على سبيل المثال أسرع حكم جنائي أصدرته العدالة المغربية في تاريخها، وفي قضية شبه وهمية حول صيغة تنفيذية وعقد ميراث تعاملت معه كل محاكم المغرب خلال 7 أو 8 سنوات بكل مصداقية واحترام، حتى جاء النموذج السيء. هذا النموذج الذي أعطينا مكتبه أيضا وأعطيناه توكيلا وهو طرفا في الموضوع ليقلب كل شيء رأسا على عقب في محاولة يائسة ليعلن حربا على مصداقيتي وكرامتي وحبي لوطني ولأخلاقيات النبلاء. لن أحكي عن هذه الهجمة كثيرا، لأن هنا في باريس فتح القضاء الفرنسي قضية جنائية رهيبة ضد خصومي بتهم ثقيلة جدا، من إرشاء للبوليس الفرنسي. يعني هذا البوليس في فرنسا هو من يحقق في هذا الموضوع ويتابعه لحد الآن، وقد أعطى الملف إلى القضاء مباشرة، ولا أريد أن أنتهك سرية التحقيقات. الموضوع أكبر بكثير، وسيعرف الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. أيها الأخوات والإخوة، أعدك يا وهبي يا عبد اللطيف، وأنا أعرف تاريخك منذ الصغر، حيث جئت إلى تارودانت وأعرفها، وزرت دربقة الذي جئت أنت منه، دربقة بتارودانت، وهو الدرب السيء الذكر الذي تحدثت عن نماذجه التي تطلع منه كثيرا، وطلبت إجراء عملية LADN على هذه النماذج. هذا دربك على كل. مصطفى عزيز أيها الغبي، ليس حيطا قصيرا ولا سفيها مثلك ومثل العصابة التي تستفيد من ريعها. مصطفى عزيز هو من ساعدك في وقت الشدة والبحث عن الداد، وهو من دافع عنك أمام إلياس العمري الذي كان يحتقرك ويرفض أن تمثل تارودانت في انتخابات 2011. وأنا من أقنعته في فندق سوفيتيل أمامك وأمام بوعشرين، وأمام بوعشرين وهو صديق لك، وأمام بن شماس وآخرين كانوا يرفضونك، وكانوا يرفضون أن تمثلهم بعد أن رفضك مزوار في لائحة الأحرار في أكادير. هذا التاريخ لا يمكن أن تنكره، واستحي على نفسك التي لا تعرف الحياة وتعرف الشماتة فقط. فالعدل له قوامه، فلا تتطاول على أسيادك لأنك مريض نفسيا. أما تاريخي أنا
تاريخي أنا، تاريخ النضال فعمره 40 سنة، 40 سنة بالكمال والتمام وفي كل بقاع العالم، وقضيتها في المنفى من أجل مبادئي التي ولن تتغير أبدا، ولن تتبدل أبدا. أنا مصطفى عزيز، وأقولها لأول مرة: من ضحى من أجل استقرار المغرب وإنقاذه من مؤامرة ثالثة بعد الصخيرات والطائرة؟ أنا مصطفى عزيز. في نهاية سنة 1982 وبداية 83، وبتعاون وثيق مع المرحومين الدكتور يوسف بن عباس تعرجي رحمه والأستاذ أحمد رضا قديرة مستشار جلالة الملك، وكان الدكتور يوسف بن عباس تعرجي سفيرا للمغرب في باريس. نحن الثلاثة من عر المؤامرة المدعومة من النظام الجزائري ومن هوفمان آنذاك، وهو كان من قادة المخابرات العسكرية التي كانت مكلفة بالمغرب وتتابع قضايا المغرب مع دليمي. لقد أسقطنا هذه المؤامرة قبل وصول الرئيس ميتيرون إلى مراكش. أرشيف الرجلين وأرشيف المغرب يتحدث عن عملي في الظل دون مقابل، أي مقابل، وأنا في المنفى وأعاني من سنوات الجمر وأفتخر بوطنيتي دائما. أنا مصطفى عزيز، مناضل الظل الذي لم يستطع حضور جنازة لا أبيه ولا أمه رحمهم الله، لأنني كنت خطرا على زبانية الدليمي والبصري، وقد أكدها للبصري خلال منفاه في باريس. ورغم ذلك كان المغرب دائما ولا يزال في قلبي. أقنعت عشرات الرؤساء والأمراء، وهم أصدقاء لي في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بدعم وحدة المغرب وسيادته على صحرائه. وأنا من قضى شهورا تحت التعذيب الجهنمي في سجون الجزائر العسكرية خلال معركة أمجال الأولى بداية سنة 76، وأكثر من 3 سنوات ونصف في سجني بوفريك والبليدة في زنزانة منفردة والسجنين عسكريين. أمنستي انترناسيونال تشهد لي بذلك، وكان المرحوم عبد الرحمن اليوسفي هو المحامي المكلف بهذا الموضوع. أنا مصطفى عزيز، يا وزير عدل أخنوش المتسلط والمريض نفسيا، من قدم للبلاد ولوحدته الترابية خدمات جليلة وفي الظل، وحتى بعد عودتي إلى أرض الوطن نهاية 2009. وأترفع عن ذكر تلك الخدمات ولو جزء منها حتى لا أحرج رجالات دولة لا زالوا على هرم السلطة حتى الآن، وأكن لهم كل الاحترام والتقدير. وأنا هنا لا أجدي أحدا، وأطلب فقط الإنصات إلى ما أقوله حتى لا يتكرر ما فعله السفيه وهبي مع مواطنين آخرين، لأن الشعب يمقته، ولأن المغرب الحبيب ليس مزرعة ولا ملعبا لوهبي وأخنوش وما جاورهما. أنا وفريق عملي قادران على رفع التحدي وتصحيح الانتهاكات والأحكام الملفقة عن طريق قضاء سليم وعادل. المغرب الذي يتلاعب بقضائه المدعو وهبي مطلوب منه الآن التحرك لضبط هذه الفوضى عن طريق قضاته الأفداد الذين يرفضون التبعية لمغامر ناقص الذمة يهدد ويرعد ويزبد في السر والعلانية، ويهدد الجميع، ويهدد حتى سلامة البلاد من أدناه إلى أقصاه.
وحتى سمعته خارج الوطن. أنا أتعافى الآن وأهيئ الظروف لحسم هذه الهجمة الشرسة التي لا زلت تديرها من الخلف وبكل قواك. أنا كنت دائما رجل ظل ووطني حتى النخاع، أكره الانتهازية والانتهازيين وأمقتهم، وأكره المال وأصحابه، ولا أتمنى أن أكون على شاكلتهم. أنا ابن الشعب وسأبقى ابن الشعب وسأفتخر بهذه الصفة، واللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. وفي الأخير أريد أن أترحم على روح فقيد القضاء المغربي وعملاقه على كل المستويات، صديقي الأستاذ طيب نجار الذي اختطفه المنون عن طريق جائحة الكوفيد وهو في عز عطائه، وترك لنا مكانه فارغا في قلوبنا. عزاؤنا مرة أخرى إلى أرملته المصون، وذكراه تؤكد لنا أن هناك في القضاء المغربي من يحمي القيم العليا مثله والمحاكمات العادلة، ولا يسقطون في شرك وهبه وزبانيته. ولنا عودة إلى هذه المواضيع إن شاء الله خلال الندوة الصحفية التي سأعقدها عن طريق الفيديو للصحافة المغربية وحدها، وأقول وحدها لأن الوضع لا يسمح بتدويل هذه القضية ليركب عليها من هب ودب ولا يحب هذا البلد العزيز وبكل مكوناته وثوابته كما أفعل أنا، باستثناء طبعا نماذج كالوزير السفيه عبد اللطيف وهبي وزبانيته. وفي الأخير أترك لكم مع هذه الرسالة فيديو يفضح فيه المرحوم رفيق درب الحسن جخوق هذه العائلة التي يتواطأ معها حاليا وهبي وزبانيته لتصفيتي. وشكرا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله عما قريب.